نهاية عصر وبداية نور جديد. كيف تحولت الأرض من الظلام إلى العصر الذهبي؟ كيف انهارت أعظم إمبراطورية في التاريخ في لحظة واحدة؟ ما الذي جعل أوروبا تعيش في ظلام دامس لأكثر من 1000 سنة؟ من الذي كان يحرق الكتب والعلماء؟ ولماذا كانت الشعوب تموت بالملايين؟ كيف انبثق النور من قلب الصحراء القاحلة لينقل البشرية إلى عصر ذهبي جديد؟ ما سر الثورة العلمية التي غيرت وجه الأرض والتاريخ؟ كيف وصل العرب إلى الأندلس وأوروبا بأكملها بعد أن كانوا قبائل متنازعة في الصحراء؟ تخيل أن العالم بأسره يعيش في ظلمة تامة، لا كهرباء، لا علم، لا طب، ولا كتب. تخيل أن معظم الناس ماتوا دون أن يعرفوا قراءة أسماء أجدادهم. أقدم لكم اليوم واحدة من أعجب قصص التاريخ، قصة سقوط حضارة كاملة وولادة حضارة جديدة من قلب الصحراء. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي التاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للآشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة، من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. في سنة 476 ميلادية سقطت أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ، روما، وبدأت أوروبا تغرق في عصر من الظلام دام أكثر من 1000 عام. وفي التوقيت ذاته تقريبا كان نور يضيء من مكة والمدينة لينقل البشرية من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلنرى معا كيف انتهى عصر وبدأ آخر في لحظة فارقة من التاريخ الإنساني كله. أولا، سقوط روما. تخيل إمبراطورية عظيمة حكمت العالم لأكثر من 500 عام. كانت تمتلك جيشا قوامه 450 ألف جندي، وامتدت من بريطانيا إلى شمال إفريقيا، ومن إسبانيا إلى سوريا. بنت أكثر من 80 ألف كيلومتر من الطرق، وأسست أول نظام للمياه والصرف الصحي في التاريخ. لكن السؤال المحير: كيف سقطت روما في لحظة واحدة؟ في سنة 476 للميلاد دخلت قبائل الجرمان البربر مدينة روما بقيادة أودواكر، وخلعوا آخر إمبراطور روماني يدعى رومولوس أوغسطس، وكان يبلغ من العمر 16 عاما فقط. وفي لحظة انهارت حضارة كاملة، وتحولت أعظم مدن الأرض إلى مدن مهجورة. بين ليلة وضحاها اختفت المكتبات والمسارح، وتوقف الطب والعلم، وبدأ عصر جديد، عصر الظلام. ثانياً، عصر الظلام في أوروبا. حين تتخيل أوروبا في العصور الوسطى، تخيل كابوساً حقيقياً. كان متوسط عمر الإنسان لا يتجاوز 30 سنة، ولم يكن هناك صابون ولا استحمام ولا شبكات صرف صحي. هل تعلم أن الطاعون الأسود قضى على نصف سكان أوروبا، ما بين 75 إلى 200 مليون إنسان في سنوات قليلة؟ والأعجب أن الكنيسة كانت تحرم الطب وتزعم أن المرض عقوبة إلهية، وكان من يحاول العلاج يتهم بالسحر ويحرق حياً. والأدهى أن 99% من سكان أوروبا لم يكونوا يعرفون القراءة أو الكتابة، حتى الملوك والأمراء. كانوا يوقعون بالصليب فقط لأنهم لا يعرفون الكتابة، وكان كل من يتعلم يتهم بالشعوذة. تخيل مجتمعاً يكره العلم ويخاف من الاكتشاف. كما قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: العلم ضاع بين كانت تملكه، وأصبح في يد جديدة. ثالثاً، ولادة النور من الصحراء. بينما كانت أوروبا تغرق في الجهل، كان النور يشرق من مكان لم يتوقعه أحد،
من وسط الصحراء. في سنة 570 ميلادي ولد طفل يتيم في مكة يدعى محمد. عاش حياة عادية حتى سن 40 ثم نزل عليه الوحي، وبدأت بذلك أعظم ثورة فكرية وعلمية في التاريخ. السؤال المدهش: كيف تحولت قبائل متناحرة في الصحراء إلى أعظم قوة في العالم خلال عقود معدودة؟ كيف أسسوا حضارة امتدت من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً؟ قبل الإسلام كان العرب متفرقين بلا دولة أو علم أو كتب، لكن بعد الإسلام بنوا خلال سنوات قليلة إمبراطورية تفوق الرومانية مساحة ونفوذاً. وكثيرون لا يعلمون أن المسلمين بلغوا جنوب فرنسا وشرق أوروبا أيضاً. رابعاً، العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. تخيل بغداد في القرن التاسع ميلادي، مدينة عامرة بالقصور والمكتبات والحدائق، فيها بيت الحكمة أعظم مركز علمي في العالم، ويحتوي على أكثر من 400,000 كتاب، في وقت لم تكن أوروبا كلها تملك 400 كتاب. كان الخلفاء يكافئون العلماء بوزن كتبهم ذهباً تشجيعاً للعلم والترجمة. هل تعلم أن مفهوم الجامعة المعاصرة هو اختراع إسلامي؟ وأن أول جامعة في التاريخ كانت جامعة القرويين في المغرب سنة 859 ميلادي، أي قبل أقدم جامعة أوروبية ب3 قرون؟ تأمل المفارقة: بينما كان ملوك أوروبا يجهلون الكتابة، كان المسلمون يشيدون المكتبات كمكتبة قرطبة التي حوت 400,000 كتاب، وكانوا يؤسسون علوم الجبر والكيمياء والجراحة والفلك. العالم المسلم الصوفي قدر محيط الأرض بفارق 200 كيلومتر فقط عن القياس الدقيق، وذلك قبل ولادة كولومبوس ب5 قرون. خامساً، كيف وصل نور العلم إلى أوروبا؟ السؤال الذي لا يطرح كثيراً: كيف خرجت أوروبا من العصور المظلمة؟ الإجابة باختصار: عبر الحضارة الإسلامية. معظم علوم النهضة الأوروبية جاءت من التراث الإسلامي. كتب ابن سينا في الطب درست في جامعات أوروبا لأكثر من 500 سنة. نظريات ابن الهيثم في البصريات مهدت لاختراع الكاميرا والتلسكوب. وكانت الأندلس هي الجسر الحضاري الذي نقل النور إلى أوروبا. فيها عاش المسلمون والمسيحيون واليهود معا، وازدهرت فيها حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية. ألفاظ مثل الجبرة، الجبر، الكيمي، الكيمياء، وزيرو، الصفر، هي كلمات عربية دخلت كل لغات العالم. وهكذا بدأت أوروبا تخرج من ظلامها بالنور الذي أضاء من الشرق. وفي الختام، وهكذا سقطت روما وغرقت أوروبا في قرون من الظلام، وفي الوقت ذاته ولد نور جديد من الصحراء ونقل البشرية إلى عصر ذهبي من العلم والمعرفة. الحضارة الإسلامية لم تكن مجرد حضارة دينية، بل كانت ثورة علمية وفكرية شاملة، قدمت للبشرية الجبر والكيمياء والطب والفلك والفلسفة، واحتفظت بتراث الأمم وطورته ونقلته إلى العالم بأسره. والسؤال الذي يفرض نفسه: لو بقيت الحضارة الإسلامية في أوجها، ماذا كانت ستقدم بعد؟ وكيف انتقل مركز الحضارة من العالم الإسلامي إلى الغرب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا متابعة الحلقة القادمة بعنوان بزوغ فجر الإسلام حين تنزل النور على أرض العرب. وفي الختام، افتكر دايماً إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل. وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بالترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.